السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا. إيه، فترة طويلة جدا اتشغلت فيها بقى بالبيبي. إيه، اول حاجة عملتها بقى الامتحان، طبعا خلصته. اليوم بتاع الامتحان ده بصراحة كنت مبسوطة قوي عشان كنت رايحة لوحدي من غير اي حد من الولاد معايا. كنت جايبة بيبي سيتر طبعا للولاد. وركبت الاتوبيس بقى من فوق كده، الاتوبيس اللي فوق. تمام. الاتوبيس دورين، فركبت الدور اللي فوق وكنت شايفة البلد بحالها من فوق بقى، يعني منظر تحفة. كل مرة بركب فيها الاتوبيس او الباص كنت بركب من تحت الدور اللي تحت ده، عشان بيبقى معايا طبعا البرام. تمام. اللي هي عجلة الاطفال، ما اقدرش اطلع فوق. المرة دي بقى طلعت واستمتعت بالمنظر من فوق. الرضاعة الطبيعية بقى، عشان اهتم بيها لازم اشرب بقى حاجات مهمة ومفيدة زي المغات مثلا، اهو كنت عاملاه. وبصوا طعمه كان طالع تحفة، اول مرة اعمله. وبقى الشوربة بكل انواعها، دي شوربة جاهزة اهي، ودي شوربة عدس برضو. كل دي حاجات بتقوي الرضاعة الطبيعية وبتثبتها. تمام. ومعانا كمان هنا العصاير طبعا مننساهاش. تمام، بكل انواعها. وبرضو الجبن والزبادي، كل دي حاجات بتقوي الرضاعة الطبيعية جدا. شوفوا بقى، دي هنا وصفة جميلة جدا للبشرة، تحفة يعني. بصوا معانا هنا بذور الكتان، هنحطها على مية سخنة كده، وهنسيبها دقيقتين بالظبط، وهنطفي النار عليها. هنحط عليهم كمان هنا كوكونات، اللي هو زيت زيت جوز هند، بس ده قوي جدا بقى. تمام، بيبقى زي الزبدة كده. بندوبه بقى، بناخد معلقة وندوبها في مية بذور الكتان دي. تمام، ونقعد نقلب بقى بالشكل ده. وبنحط كمان معلقة من جل الصبار. تمام. كده عملنا خلطة تحفة للبشرة. بنسيبها تبرد بقى، وبنبتدي نصفيها. تمام، عشان هنحطها في الاختراع الجميل ده اللي اشتريته من شي ان. تمام، تحفة بجد يعني، اختراع رائع. بصوا، صفيناها هنا، وهنبتدي نحط معاها شوية بذور برضو، وهنصفيها ونحطها في الشكل البيضاوي اللي جبناه ده. هتشوفوا دلوقتي يعني هنعمل ايه. وبعدين هنحطه في الفريزر. تمام، بالشكل ده هنسيبه يعني ليلة كده كاملة، هيطلع علينا بالشكل بالمنظر ده كده. بصوا انا كده ما مليتهاش، عشان كده طالعه يعني نص لبه كده. لو كنت مليتها كانت طلعت كويسه. طبعا دي بندهن بيها البشره بقى، وبتبقى ماسك تحفه جدا. بنطلعها كل يوم مثلا من الفريزر، وندهن بيها بشرتنا ونرجعها تاني. ممكن نستعملها برضو بعد الميك اب، بعد تنظيف البشرة يعني. طبعا كولاجين طبيعي، يعني تحفة للبشرة بجد يعني. انصحكم جربوه. جوزي حبيبي بقى كان نفسه في المعمول، فقررت اعمله شوية معمول كده. عملت حوالي كيلو ونص معمول. تمام، بالشكل ده كده. حشيته بقى عجوة. تمام، وكان طالع شكله تحفة بجد يعني. فقلت مفيش مشكلة يعني، نعمله كده تاني ونجربه. وبحطه بقى في العلب كده، وببتدي ان انا اقفل عليه العلب. بيفضل معايا يعني وقت كبير جدا، وبيبقى حاجة لذيذة وجميلة كده يعني على الفطار. تمام، او في اي وقت يعني مع الشاي بقى. حبيبة قلب مامي الصغنن ده كان عنده بقى اليوم ده تشيك اب كده، بيعملوه كل فترة للأطفال عشان يطمنوا طبعا عليهم وعلى صحتهم، ويشوفوا تطوراتهم وصلت لحد فين. خدتها بقى في العربية بتاعتها، واتحركنا على العيادة بتاعتنا. تمام، اللي بتبقى طبعا قريبة من البيت، يعني ما بتبقاش بعيدة. خدتها مشي بقى، ورحنا لغاية العيادة عشان نعمل تشيك اب للصغنن القمر بتاع مامي.
لما خرجنا بقى من العيادة كانت في جنازة معدية. بصوا شكل الجنازة بتبقى بالشكل ده، وبيحطوا المتوفي في عربة زي دي، تمام، وبتكرها الأحصنة لغاية مكان المقبرة اللي بيكون أهله منتظرين فيها، تمام، عشان يودعوه الوداع الأخير. طبعا ما بيعملش كده غير الناس اللي هي يعني أغنياء، تمام، شوية انهم يقدروا يأجروا العربة دي. في ناس تانية، الناس العادية بتبقى عادي بتحط النعش بتاع المتوفي في او التابوت في عربية، تمام، بتبقى سودة بس، يعني بحيث ان هم ينقلوا المتوفي للمقبرة بتاعته ومثواه الاخير. هنا بقى زوجي حبيبي كان جايب طلبات البيت ومش ناسيني، ومفاجئني ببوكيه الورد الجميل ده كعادته طبعا. بس هو كان بقاله فترة بصراحة ما جابش، بس المرة دي فاجئني يعني. ورد جميل طبعا ولطيف، يعني حاجة كده بتهون شوية يعني إيه الإحساس برضو بالتعب والإرهاق. إيه لما الزوج طبعا بيبقى متفهم إيه الواجبات الكتيرة اللي بتبقى على الزوجة، والتعب والإرهاق والأولاد بقى، يعني بتبقى حاجة كده رمزية، مجرد تقدير كده لطيف، يعني بيبقى بتفرح يعني. اتمنى طبعا كل الازواج يعملوا كده، يعني بصراحة يعني الستات بتتعبوا وبيتعبوا جدا، وانتوا لازم تعترفوا يا جماعة ان الستات بيتعبوا جدا 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 يعني، فدي اقل حاجة ليهم يعني. تفتكروهم كده دايما. الصيف بقى اخيرا وصل في المملكة المتحدة، واخيرا الحياة الصيفية وصلت عندنا، وابتدينا بقى نفتح البولات الصغننة بتاعتنا دي عشان الاولاد القطاقيط دول يقعدوا يلعبوا فيها كده في المية. تمام، ويحسوا كده باحساس كده رطب كده في الجو الجاف ده. فاحنا على طول كده فاتحين الكلام دوت طول ايام الصيف بصراحة. خصوصا لما بنبقى يعني مش نازلين اجازة مصر طبعا. ايام الصيف بقى فرصة حلوة بقى لتجمعنا وتجمعات الاصدقاء في الجناين بقى والبرك والهواء الطلق. هنا كنا محضرين فطار بقى تحفة، وقاعدين بقى ومستجمين. وقاعدين نفطر في الهواء الطلق كده، وعلى طول بنتجمع بالشكل ده طبعا في البارك في ايام الصيف. وعلى طول برضو بحب اخد الاولاد بقى كده، يعني من اول الساعة 4:30 كده تكون الشمس هديت، يعني مناسبة بقى الأطفال يلعبوا في البارك ويستمتعوا. فبيبقى وقت لطيف بصراحة جدا في الصيف اللي بنفتقده طول السنة. في الشوبينج بقى يعني على طول باخدهم برضو بنفس العربية الجميلة اللي بتريحني ديت، يعني روعة بجد، وبتاخد طفلين اهي بالشكل ده وصغيرة في الاتوبيس. بنروح بقى نعمل شوبينج مثلا، وفي نفس الوقت بفسحه بقى يوسف بفسحه معايا بقى في المول مثلا، في اي لعبة كده بيحبها، بحيث برضو ان الطفل برضو ايه نفسيته تبقى مش رايحين بس شوبينج، لا انا بفسحك كمان. اي لعبة بلاقيها على طول بخليه يركبها ويعني يستمتع كده.
في اثناء الشوبينج بقى كانوا عاملين الاحتفال ده كده والموسيقى اللذيذة دي، يعني ترحيبا بطبعا اعتلاء الملك العرش خلاص والملك الجديد بقى. فكانت لطيفة بجد، والناس كلها كانت واقفة تصور بقى، يعني بيحتفلوا كده يعني. كانوا عاملينها في السوق عشان الناس كلها تتفرج.